السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد صلاح. أنا واحد من الناس يا جماعة اللي قابلتني مشكلة كبيرة في جميع أنواع الهولدر الخاص بالموبايل اللي احنا بنركبه في العربية عندنا. جربت أنواع كتيرة جدا، منها اللي بيركب في مكان السي دي، منها اللي بنقدر نثبته في فتحة المكيف، منها اللي بنقدر نثبته على التابلو، منها اللي بنقدر نثبته برضو على الإزاز، ومنها برضو اللي بيشحن وايرلس، ومنها اللي ما بيشحنش. النهارده جبت لك موديل ممتاز جدا من شركة جيروم. طب هتقول لي ايه الجديد فيه؟ الجديد فيه ان هو بيشحن عن طريق الوايرلس. طيب ايه المميز في كده يا جماعه؟ المميز ان الهولدر اللي معانا النهارده بيقدر يتكيف مع اي موبايل تقدر تركبه فيه. بمعنى انت زي ما انتم عارفين ان مكان الشحن وايرلس بتختلف من موبايل لموبايل. يعني طبعا هو بيكون في ظهر الموبايل، في بعض الموبايلات بيكون مكان الشحن تحت، في النص، في فوق شويه، فالمكان بيختلف. الهولدر ده بيبدا ينزل ويطلع ويظبط مكان الشحن في الموبايل بحيث ان هو يشحن معاك، بجانب ان هو برضو بيشحن لك بقوه 15 واط. دي يعني قوه شحن مقبوله في شحن وايرلس. اللي فاجئني بصراحه في الهولدر ده الخامه بتاعته. بعد ما فتحته لقيت ان الخامه بتاعته تقيله جدا، وان هو بيقدر يفتح عن طريق السنسور. يعني دي بعض المميزات. هنروح مع بعض كده على طول وهنشوف اهم المميزات والمواصفات اللي موجوده في الهولدر اللي معانا النهارده. تابعوا معانا الفيديو للاخر. في البدايه كده يا جماعه، ده شكل علبه الهولدر اللي موجود معانا النهارده من براند جيروم، موديل GR-ZS 248. لو جينا بصينا كده هيظهر معانا الQR اللي بيوضح لك هل المنتج ده اصلي ولا لا. في نقطه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها، ان انت لازم تركز كويس جدا في الموديل اللي انت بتشتريه لو انت عايز تشتري المنتج ده، لان نفس المنتج ده بينزل باكتر من شكل في طريقه تثبيت. يعني طريقه التثبيت بتختلف من شكل الى شكل. يعني في طريقه تثبيت عن طريق المكيف زي اللي معانا النهارده، في عن طريق السي دي، وفي عن طريق التابلو، يعني بتلزقها على التابلو. فيعني برضو باكد عليكم تاني، لو انت عايز نفس المنتج فلازم تختار نفس الموديل اللي انتوا شايفينه ده. لو جينا اتكلمنا دلوقتي على اهم المحتويات، فهيظهر معانا الهولدر نفسه، هنرجع له دلوقتي. وبعد كده هيظهر معانا كابل شحن من نوع التايب سي، وبعد كده هيظهر معانا دي الكليبسة الخاصة اللي انت تقدر تثبت الهولدر على فتحة المكيف. هنشوفها مع بعض ازاي دلوقتي. وبعد كده هيظهر معانا هنا دليل المستخدم. لو جينا للهولدر نفسه، فانا بصراحة يا جماعة انا اتفاجئت من الخامة بتاعت الهولدر ده. في البداية كده وزنه تقيل جدا، انا مكنتش متوقع ان يكون هولدر بالوزن التقيل ده بسبب الموتور اللي موجود فيه والسنسورات اللي موجودة فيه، بجانب الخامة بتاعته الكويسة جدا. الخامات بتاعته بتيجي من ABS وفاير بروف BC، يعني هو الخامات بتاعته ضد الحرائق. في نفس الوقت كده برضو لو جينا بصينا من فوق، السنسور الخاص بفتح والقفل الخاص بتاع الجوانب اللي موجودة هنا. لو جينا بصينا من جنب ده فهيظهر معانا اللمبة الخاص بالاشعارات، هنشوفها مع بعض دلوقتي. وبعد كده هيظهر معانا هنا منفذ شحن التايب سي علشان تقدر تشحن بيه الموبايل بتاعك. زي ما احنا قلنا ان الهولدر ده متوفر فيه شحن وايرلس للموبايل بقوة 15 واط كحد اقصى. لو جينا بصينا كده من الخلف، ده المكان اللي بتقدر تثبت فيه الكليبسة دي زي ما انتم شايفين كده. نفتح دي كده، وبعد كده نقفل عليها. الخامات بتاعتها ممتازة جدا بصراحة يا جماعة، يعني تقفل وانت مطمن. لو جينا بصينا على الكليبسة ديت، واللي بيميزها ان انت بتقدر تقفلها وتفتحها من خلال اللوك اللي موجود هنا. معظم الهولدرات اللي انا جبتها قبل كده اللي كنت بثبتها في الريش بتاعت المكيف كانت عبارة عن كليبسة بتتقفل بسوستة، فكانت بتبوظ معايا بسرعة جدا، وخصوصا لو الموبايل كان تقيل ومع المطبات كان بتقع معايا. لكن من خلال اللوك اللي انتوا شايفينه ده، فانت تقدر تقفل على الريش بتاعت المكيف بسهولة جدا. الخامة بتاعته ممتازة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وقوية بصراحة. هنحاول ان احنا نشغله دلوقتي ونوصله بكابل التايب سي زي ما انتم شايفين. زي ما انتم ملاحظين كده نورت معانا باللون الازرق وفتح كده. طيب هنجرب دلوقتي ان احنا نحط الموبايل بتاعنا. هشرح لكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده او زي ما انتم سمعتوا في صوت التنبيهات اللي جت في الاول ديت،
هتلاقي ان الجزء اللي تحت ده بينزل ويطلع علشان يقدر يظبط مكان الشحن بتاع الموبايل الشكل المظبوط زي ما انتم ملاحظين كده. عايز اقولك ان هي مسكت الموبايل بشكل كويس جدا، شايفين؟ مع العلم ان طبعا ان موبايل سامسونج S22 الترا وزنه تقيل جدا، لكن هو ممسوك باحكام. طب لو حبينا ان احنا نطلعه، كل اللي هنعمله هنلمس الهولدر من ورا كده يطلع معانا زي ما انتم شايفين. هنجرب تاني. كده الهولدر بيقفل معانا. طيب هنفتحه تاني. زي ما انتم ملاحظين هو حفظ خلاص حجم الموبايل بتاعي، مش هيحتاج ان هو يتظبط عليه. التكات اللي انتوا سامعينها دي يا جماعه ان هو بيبدا ينزل ويطلع، بيحاول يظبط نفسه على حجم الموبايل. بصراحه من افضل ومن اقوى الهولدرات اللي انا كنت جربتها قبل كده. عايز اقول لك ان اللمبه دي بتنور باللون الاخضر اول ما الموبايل بيشحن معاك بنسبه 100%. هنروح دلوقتي ونحاول ان احنا نجرب ان احنا نوصله في العربيه ونشوف هيكون استخدامه عامل ازاي. طريقة تركيبه سهلة جدا زي ما انتم شايفين كده. احنا ركبناها دلوقتي في فتحة المكيف، وصلنا بيه الموبايل. لو حبينا ان احنا نشيل الموبايل، كل اللي احنا هنعمله هنلمس هنا التاتش من ورا ونشيل الموبايل. نقدر نرجع الموبايل كده، وبدأ يشحن معانا بشكل سريع وفاست شارجنج زي ما انتم شايفين كده. وبكده يا جماعة احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عندك اي استفسارات اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله هنرد عليكم باسرع وقت ممكن. بجانب انا سايب لكم تحت لينك الشراء بتاع المنتج ده لو انتوا حبيتوا تشتروه مع كوبونات الخصم اللي احنا متعودين عليها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم مرة تانية. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.